بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بكم من كل أنحاء العالم. هنعمل مع بعض النهاردة الصنف القمر دوت اللي هو الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطة، وبإضافة مكونات هتخليه بالشكل الجميل الحلو قوي الشهي اللي انتوا شايفينه معايا دوت. ما ننساش ندعم الفيديو باللايك وتشتركوا في قناتي، وده شيء يسعدني ويشرفني، وتعليقاتكم الحلوة أكيد بتسعدني. هنعمل الفول بطريقة بسيطة خالص، مش هتحتاجي اكتر من انك بتجيبي من عند العطار ربع كيلو او نص كيلو فول مدمس اللي هو الفول البلدي، وتنقيه وتنقعيه في المية لمدة 12 ساعة. ده اقل وقت تنقعيه فيه علشان خاطر تحصلي على الفول طري بالشكل القمر اللي انت شايفاه دهوت. يعني هيبقى استعاد طراوته مرة تانية، وكل الميكروبات والاتربة واي حاجة موجودة فيه هتزال طبعا مع ماء النقع زي ما انا بوريهولك بالشكل ده. طيب، تعالوا نقول هنا احنا عندنا حكمة اليوم بتقول انت تعتقد انك اذا فعلت فوق اللازم هتنال التقدير، لكن الحقيقة اللي هتفاجئك هي انك ستتعرض للاستغلال وبدون شفقة. طيب، انا هنا طبعا هسوي الفول زي ما انتم شايفين معايا كده في حله الضغط. ممكن تسويه في الحله العاديه في الدماس او القدره او الفواله، في اي حاجه، ما في الحلات، في الحله الالمونيا العاديه بتاعتك اللي هي اللي بتطبخي فيها عادي. انا هنا عشان عندي حله الضغط فاستعملتها. حطيت الفول بتاعي في الحله، نزلت عليه هنا بصلايه واحده صغنونه كده، قطعتها اربع تربع، معلقتين اتنين من العدس، وليمونه واحده. وما تخافيش، لا هتمرره ولا هتعمل اي حاجه خالص. الليمونه بتروق اللون بتاعه وبتديله مذاق تحفه. وهنزل كمان هنا معلقتين من الفول المفصص، برضو هنا اللي احنا بنعمل منه الفلافل او عجينه الطعميه، برضو يكون غسلاه ونقعاه شويه، حوالي نص ساعه كده. يبقى انا هنا حطيت الفول، عليه معلقتين من العدس، عليه بصلايه صغيره، عليه ليمونه صغيره، وعليه كمان هنا هوت معلقتين من الفول المتفصص، ونزلت عليه بميه مغليه زي ما انت شايفه كده. وحله الضغط لحد الاطار اللي هو بتاع اليد دوت. لازم ما ازودش السائل ولا المحتويات علشان الحله تاخد مداها في التسويه. والحله العاديه بتحط برضو ميه مغليه وبتغطي، وبالنار بتبقى عاليه في البدايه. وبعد كده لما يبدا الفول في الفواله او القدره او الحله العاديه يبدا يغلي، تبداي تهدي النار خالص زي الشمعه كده، وتسيبيه بقى ايه ياخد وقته. اما في حاله الضغط ان هياخد وقت مش اقل من ربع الى تلت ساعه تسويه، بالكتير قوي نص ساعه بيطلع فول زي ما انت شفتيه في اول الفيديو، زبده في منتهى الجمال. بقفل هنا حله الضغط. صمام الامان لازم يكون سالك، ما يكونش فيه اي انسدادات، ويكون بيخرج البخار الزايد من داخل الحله، وابدا احطها على النار. تعالوا بقى نكمل مع بعض المعلومات اللي انا بحب افيدك بيها في كل لقاء بيننا وبين بعضينا. ويليام شكسبير بيقول ان من باب الادب انك تستمع للبشر جيدا، اما من باب الاحتياط فلا تصدق كل ما يقولون. طيب، نجيب محفوظ ليه مقولة بتقول ما لا يرتاح له قلبك لا تثق به أبدا، فالقلب أبصر من العين. ودي حقيقة، لما بنقول هنا إيه البصيرة بتكون أقوى من البصر. طيب، تعال اقول لك هنا عن معلومه صحيه بتقول ان هناك 8 عادات بتدمر المخ. 8 عادات بتدمر المخ. اول حاجه قله النوم بالليل وعدم انتظامه. الناس اللي هي سهيره اللي بتسهر طول الليل وتنام طول النهار، ده طبعا بيسبب مشاكل كتيره قوي، انها بتدمر لك خلايا مخك. تاني حاجه عدم الانتظام في الفطور. مره نفطر الساعه 10 الصبح، مره الساعه 2 الظهر، بعد 12 او بعد الساعه 2. يعني مفيش انتظام في ميعاد الفطور. يفضل او يراعى انك تنتظمي في ميعاد الفطور. طيب، استخدام سماعة الجوال بكثرة، كتير أوي تحط سماعة الجوال، ده بيأثر. العزلة عن الناس وعدم المشاركة الاجتماعية، كل دي حاجات بتؤثر على خلايا المخ. كثرة الجلوس في الظلام أو الضلمة. قراءة الأخبار السيئة يوميا وباستمرار. برضو هنا كثرة أكل السكريات أو الحلويات. كثرة الجلوس أمام شاشات التلفزيون أو الموبايل أو الكمبيوتر أو وسائل التكنولوجيا الحديثة. انتبهي بقى إلى هذه العادات وحاولي ما تعملهاش علشان تحافظي على سلامة مخك. بصوا بقى الفول القمر بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه دهوت.
اهو شفتي اللون والطعامه والجمال، انا مش قادره اقول لك شكله عامل ازاي. في ناس طبعا بتحط طماطمايه صغيره، بس انا ما بحبش الطماطم لانه انا مش عايزين نقلبها طبخه بقى، يعني مش عايزين نقلبها صينيه بطاطس. وفي نفس الوقت كمان الطماطمايه لو انت هتحطيه في التلاجة لفتره ممكن ايه تحمضه يعني، او تخسره، فعشان كده احنا ما بنحطش الطماطم. لكن هو طالع في اللون والله في منتهى الجمال، قمر. طيب انا عايزه ادعم اللون اكتر واديله السمك والقوام بتاع المطاعم الحلو القمر اللي احنا بنجيبه دهوت، وكمان يرمي معاكي الكميه. وتقدري كمان تحطي الميه بتاعته بتتقل شويه وتقدري تغمسي فيها. الكوبايه اللي قدامنا دي كوبايه ميه بارده، عليها معلقه صغيره من الكركم، وعليها معلقتين صغيرين من النشا او معلقه كبيره من النشا. اقلب الكلام ده كويس قوي وانزله على الفول بعد ما تم نضجه او استوى تماما يعني، واقلب. انا مش قادره اقول لك، بص الريحه بقى والجمال، شفت الطعامه، شفت اللون، شفت السمك، شفت قوام الفول المدمس. بص بقى، ولا اروع، ولا تقولي لي مطاعم، ولا تقولي لي مش عارفه مين بحبح، ولا مش عارفه مين بعبع ايه، ولا المطاعم المشهوره دي. سيبك من كل الكلام ده كله وخلينا في الطريقه البسيطه اللي جوه بيتك وبامكانياتك البسيطه. عايزه اقول لك ان ده حوالي ربع كيلو من الفول المدمس، عمل لي كميه بسم الله ما شاء الله. يعني مش عارفه اقول لك لو هتجيبها من المطعم هتساوي قد ايه. وشوفي بقى الطعامه، اديني بوريكي شكله عامل ازاي، ولما غرفته في الطبق معاكي قسما بالله روعه الروعه، روعه الروعه. حطي بقى زيت وليمون، حط طحينه، قطع عليه طماطم، قطع عليه فلفل اخضر او الوان، اعمليه مسبك بطماطم وبصل، اعمليه بطحينه، اعمليه ساده بزيت وليمون. بصي هيشتغل معاكي في كل اللي انت حباه. شفتي الجمال والقمر ده؟ تعالي بقى شوفي، بختبره معاكي لما بنيجي نرسه بالشوكه، ده يبدوب كده. الف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا دي وجبه حلوه قوي لوقت السحور او في الفطار، في اي وقت وجبه حلوه، وبنقول عليها مسمار المعده لانها بتصرف في معدتك فتره طويله وبتقويكي معظم وقت النهار. اتمنى ان اكون قدرت اقدم لك معلومه بسيطه وسهله وسريعه، وقدرت اقدم لك هنا الصنف بشكل بسيط. برضو هنا المعلومات اللي انا قلتها لك دي اتمنى ان انت تلتزمي بيها، هتساعدك كتير جدا. اخر معلومه انا عايزه اقولها لك انه لحموضه المعده تقدري تاكلي خيار، لو عندك امساك تقدري تاخدي لبن رايب، لو عندك اسهال تاخدي قهوه عليها عصره ليمون، لو عندك زكام تشربي شاي بليمون، لو عندك ارتفاع في الضغط تاخدي حبتين من الموز. طب لو في شد عضلي في جسمك، طبعا الافوكاتو لان فيه المغنيسيوم. بالنسبه للكوليسترول الناس اللي بتعاني منه تاخدي حته صغيره من البدنجان المتقشر، ده مفعوله زي الليبيتور اللي هو قبل النوم. طبعا اجمل امنياتي ليكم بدوام الصحه والسعاده، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.